السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا التورتاية الدورين ديت. تورتاية تنفع للخطوبة، للزفاف، لأعياد الميلاد حتى. تورتة رقيقة جدا وشكلها كده شيك في نفسها، وكمان ألواناتها مبهجة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. انا معايا هنا الكيكه ديت مقاس 26. انا كنت منزله طبعا فيديو قبل كده لعمل الكيكه الاسفنجيه بالمحسن. ان شاء الله هنحط لكم الرابط في صندوق الوصف، ممكن حضراتكم ترجعوا له. انا بقطعها عادي خالص. انا كمان استخدمت تورتايه 20 او كيكايه 20، مقاس 20. تمام. انا اقطعها معاكم بالشكل ده. دي الكيكاية اللي هي مقاس 20 سنتي. انا استخدم بس الكيكتين دولت، واحدة مقاس 26 والتانية مقاس 20. انا هحشيها معاكم خطوة بخطوة، وكمان هغلفها معاكم خطوة بخطوة. وفي بعض المقاطع كده انا مسرعاها. طبعا انا مش بحب الفيديوهات الطويلة، ولكن كنت يعني كل تفصيلة كنت عايزاكم تتابعوها معايا وتشوفوها كده. انا بدي كل كوباية كريمة كوباية مية، ومعاهم 3 معالق سكر. ممكن تقللي ممكن تكتري، طبعا انت ما تنسيش ان انت بتحطي جناش. والجناش ده انا كنت عاملاه معاكم برضو في الفيديو سابق، كنت منزلاه برضو من قريب، فممكن ترجعوا له. ان شاء الله احط لكم برضو رابط الفيديو في صندوق الوصف. انا بضربها طبعا في الكريمه، يعني بضرب الجناش مع الكريمه، بدعمها الاول وبعدين بفردها، وبعدين بحط معلقه كده مليانه من الجناش عشان بس تعزز الطعم. وبحط سوداني، او لو عندك انت سوداني بتحطي له لون اخضر بحيث ان هو يكون زي الفستق الكداب. زي ما انتم طبعا عارفين الطريقه بتاعته سهله جدا وبسيطه. انا بحشي عادي خالص. بحط كريمه وبعدين بدعمها بمعلقه، حوالي معلقه كبيره كده من الجناش، واسويها بالشكل ده. انت طبعا ممكن لو انت مبتدئه وخايفه مثلا الكريمه تعمل منك، انت طبعا ممكن تحطيها في كيس حلواني وتعملي كده داير ما يدور، بحيث ان هي تكون متساويه معاكي ومتناسقه. لكن طبعا انا بستسهل وعشان ايديا فيها على طول، فانا بحط على طول بالمعلقه الكبيره دي، وفي الاخر بسويها بحيث ان هي تبقى يعني الارتفاع بتاعها متناسق ومفيش حته عاليه وحته واطيه. طبعا ايديا انا واخده على كده. تمام. وانتوا طبعا دلوقتي بقيتوا شطار جدا جدا في عمل الكيك والتزيين والحشو، فمش محتاجه كلام كتير في الموضوع ده. تمام. ده كده الرق الاخير هنحطه، وهنركنها بقى على جنب كده شويه. وهبتدي طبعا احشي الكيكه التانية، حشيتها بنفس الطريقه يعني بالكريمه اللي هي فاضت. انا عملت كده، لميت الفتافيت بتاعتها وحطيتها في الفريزر تشد شويه، وبعدين هغلفها بالكريمه البيضه العاديه خالص. انتي طبعا بتاخدي وقتك في التغليف، زي ما اتفقنا قبل كده ان ده موضوع لازم يكون بممارسه عشان تقدري ايدك تمشي فيها على طول، فلازم يكون في ممارسه. وانتوا طبعا دلوقتي اصبحتم ما شاء الله يعني شطار في الموضوع ده. انا هغلف معاكم بالطريقه دي، ومش هسرع الفيديو بحيث ان انت تشوفي كل تفصيله معايا. انت طبعا لو حسيتي ان الموضوع كده يعني الكريمه بتشد معاكي، انت ممكن تغسلي السكرايبر وترجعي تعملي بيه، وممكن كمان تمرريه بميه سخنه بحيث ان هو يسيح لك الكريمه. او انت قبل ما تنزلي الكريمه البيضه على الكيكه، انت بتضربيها جامد جامد بالمعلقه بحيث ان انت تطلعي منها اي فقاعات هواء، فما تكتلش منك اثناء التغليف. انا بالسكرايبر كده هعمل كده زي سامبوكسات كده عكسيه، يعني مائلة، وهرجع اعملها عكسية، وهحط لها كده لولي فضي. تمام.
انت ممكن تحطي لولي اي لون تاني، يعني طبعا يعني كنت ممكن احط مثلا ان هو اللون الطوبي الغامق او اللي هو البرتقاني الغامق، طبعا للقاعدة بتاعة التورتاية، ولكن انا بحس ان اللولي الفضي ده بيدي فخامة كده للكيكات الزفاف والخطوبة، فبيبقى جميل قوي وشكله حلو. كريمة كده على جنب، وهستخدم الثلاث الوان الاحمر والاصفر والبني تقريبا بنسب متساوية لغاية ما انت ما تحصلي على اللون اللي انت عايزاه. يعني مثلا انت عايزاه فاتح بتقللي، عايزاه غامق بتكتري. ممكن تضربي طبعا اللون يعني اللون الاحمر مع الاصفر الاول لغايه ما تحصلي على لون برتقاني، وبعدين بتحطي اللون البني ده بالتدريج، لان هو اللي بيتحكم لك في اللون في النهايه. فانا طبعا رجعت حطيت تاني لون احمر واصفر وكمان بني علشان احصل على اللون الطوبي الغامق او البرتقاني الغامق كده شويه، ما تحسوش ان هو يعني فاتح قوي. تمام، هو ده اللون اللي انا عايزاه. انا عايزاه لون طوبي كده يكون غامق مش برتقاني فاتح. ودي طبعا البلبلة اللي احنا نشتغل بيها اللي هي بتاعت ورق الشجر او ورق الوردة اللي هو اللي بيكون باللون الاخضر، وهنزل كده من تحت لفوق، يعني مش هجيبها من فوق لتحت، لا، لان هي بتديني برضو يعني نقشة تانية. لو انت جبتي الفورمة دي او البلبلة دي من فوق لتحت بتجيب لي نقشة تانية، لكن لما انت تجيبيها من تحت كده بتديني التعريجة دي او الزجزاج ده، فبتديني كده إيحاء كده بالكرنشة. ودي طبعا الكرنشة ديت بتليق جدا جدا على تورت الخطوبة والزفاف بالأكترية يعني، فبتدي شكل جميل جدا. أنا طبعا مش مسرعة الفيديو بحيث إن انت تشوفي التكنيك ازاي وتمشي معايا خطوة بخطوة، والموضوع سهل جدا جدا، مفيش أي صعوبة ولا في أي تعقيدات. اتابعي بس معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله، يعني هتبقي مبسوطة جدا جدا بالتزيين. وطبعا التزيين ده بتاعك انت، يعني براحتك، انت ممكن تعملي نقشة غير ديت، ولكن انا شفت دي مناسبة جدا جدا للي مش عنده فورمات الكرنشة. في اصلا فورمات خاصة بالكرنشة، فدي ابسط فورمة او بلبلة بتقربك من الكرنشة، اللي هي بعد كده بتديني الشكل الجميل دوت لتورت الزفاف وتورت الخطوبة. تمام، انا سرعت بقى الفيديو بعد كده لان انت خلاص شفتي الطريقة ازاي في البداية. تمام، خليكي ماشية معايا خطوة بخطوة ان شاء الله هتستفيدي. انا كده بعد ما خلصتها كلها انا هجيب كده البلبلة اللي هي الروزتات بتاعت الوردة الصغيرة مش الكبيرة. تمام، وهمشي كده على الحواف من فوق داير ما يدور كده بالشكل ده. تمام، دي بسيطة جدا جدا ومفيهاش اي تعقيدات، ولكن انا هساوي كده الحروف بتاعة الكرنشة او الزجزاج اللي انا عملته، فانا هداريه بالروزتات دي. طبعا وانت بتشوفي كده الكيكة فيها رتوش كده بيضة. تمام، انا بطعمها برضو بروزتات بنفس البلبلة برضو، بحيث ان هي تداريلي كده اي الوانات كده بيضة من الكريمة اللي ظاهرة من تحت. تمام، بالشكل ده هوت. هنيجي بقى لدور تثبيت التورته. لازم تستخدمي طبعا عشان التورتايه ديت رايحه مكان بعيد، فتقريبا وقت حوالي ساعه وربع، فانت مضطره انك انت تثبتيها تثبيت كويس. فانا ما استخدمتش هنا اللي هي الشاليمو، استخدمت طبعا المواسير دي من عند اي حد كهربائي. هتقولوا انا عايزه مواسير كهرباء، طبعا بتظبطيها وبتحطيها بتثبتيها بالشكل ده. تمام، انا بقى نزلت بالتورتايه التانية، ولكن اثناء ما انا بنزلها شدت معايا الاطار اللي انا عاملاه بالروزتات، فاضطريت ان انا اعمل اطار تاني بالروزتات بحيث ان انا اداري. طبعا اهي لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقيها شدت معاها الاطار بتاع الروزتات، فانا اضطريت ان انا اعمل اطار تاني علشان يداري المشكله دي. انت طبعا ممكن تمسكي القائمة من فوق، يعني الكيكاية اللي هي التانية البيضة ديت من فوق بسكينة، وترفعيها من تحت بمقطع، وتروحي جاية رفعاها وتروحي جاية حطاها مرة واحدة. طبعا انا عملت تكنيك جديد انك انت ترفعيها
يعني من تحت كده من القاعدة قصاد بعضيها، وتروحي جاية منزلاها مرة واحدة، يعني تسحبي ايدك كده مرة واحدة. ممكن تعملي الطريقة دي براحتك، يعني ايه اللي يريحك. انا عملت الوردة، وطبعا الوردة انا عملتها كتير في القناة فمش محتاجة شرح. انا استخدمت طبعا اللون نفسه، وكمان كملت عليها باللون الابيض بحيث ان انا اكسر كده اللون الطوبي الغامق ده. فطلعت معايا الوردة بالشكل دوت، شكلها حلو جدا ورقيق. واستخدمت هنا اوراق الشجر باوراق اوراق الورد. استخدمت اللون الاخضر واللون الاصفر، وكترت الاصفر عشان انا عايزة اللون الفستقي كده يكون ظاهر وينطق الالوان اللي فاتحة معايا ديت. تمام، شكلها جميل جدا، والالوانات كده متناسقة مع بعضيها. طبعا كده انا حاسة ان هي ناقصاها حاجة. انا رشيت عليها دست لونه نحاسي في النهاية، فانا حسيت ان هي ناقصة شيء برضو، يعني في حاجة كده عايزة تكسرها. ففكرت في الفيونكة، وده كان ترند كده نازل. انا بصراحة مش بعرف انا اعمل الفيونكة خالص، فانا عملت عقدتين كده عاديين خالص بالمنظر ده، وربطتها بالشكل ده كده، يعني عقدتين عاديين خالص، فعملت معايا الفيونكة بكل سهولة، يعني ما فيهاش افتكاسة ولا اي حاجة. المهم ان انا عملتها وطلعت معايا طويلة، فانا حطيتها حسيت يعني ان هي مش عارفة يعني، قولوا لي كده انهي افضل. فانا قصرتها شوية وخليتها بالشكل ده. لقيت الجو طبعا جميل في البرندة بره، فانا صورتها كده بقى في الهواء وفي الجنينة. قولوا لي رأيكم ايه، لو عجبتكم بقى التورتاية ما تنسونيش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.